سواء ولادكم بيحبوا الديناصورات أو الفضاء والبلاك هولز، أو زعلانين من الفيزياء، أو بيتمنوا يطلعوا دكاترة، أو نفسكم يحبوا ويفهموا ويلعبوا ساينس، يبقى الفيديو ده ليكم. مكان تحفة، والمرة دي في اسكندرية. المكان الخطير ده ولادكم هيلعبوا فيه مع الساينس وهيلاقوا كل اللي نفسهم فيه، يعني مغامرة في الفضاء بين الجالاكسيز والكواكب والبلاك هولز يلاقوا، فرصة نصالحهم على الفيزياء ويجربوا بنفسهم الفن اللي فيها، تلاقي كيمياء، تلاقي هندسة، تلاقي جيولوجي، تلاقي بيخافوا من البيولوجي أو بيتمنوا يطلعوا دكاترة، أو نفسهم يدخلوا في مغامرة جوه جسم الإنسان، تلاقي أو لو نفسهم يسافروا باريس ويشوفوا الآيفل تاور. ويا سلام بقى لو بيحبوا زي ولادي كده يلعبوا مع الديناصورات. يعني الحقيقة توتا وباسل حققوا أمنيات كتير قوي هناك. فسحة وفن وتعليم، الولاد فعلا هيفهموا العلوم ويشوفوها بشكل تاني خالص. معلومات كتير جدا لكن عمرهم ما هينسوها، ده بالعكس هيسألوا أكتر، فهيدوروا ويقروا أكتر، وبالتالي هيكتسبوا مهارات في منتهى الأهمية في الزمن ده، مهارات التعليم الذاتي، وإزاي يقدروا يطوروا تفكيرهم ونفسهم، وبالتالي يضمنوا فرص ومستقبل أحسن. التعليم بالتجربة التفاعلية واللعب هو ده التعليم اللي بجد، التعليم بالانبساط. مركز القبة السماوي العلمي هو كنز من كنوز مكتبة الإسكندرية. الحلو كمان إن المركز ليه ويب سايت عليه كل تفاصيل برامج العروض، اللي محتاج اللينك يقولي في التعليقات. وما تنسوش تمنشنوا أصحابكم اللي هتروحوا معاهم. تابعوني واستنوا فيديوهات عن بقية المفاجآت الحلوة فيها، لأن بجد هي دي الأماكن اللي لازم تاخدوا ولادكم ليها